السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرف التطبيقات الحديثة اللي تسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اوتو سكرين سكرول. التطبيق ده مساحته 6 ميجا و6 من 10، يعني يعتبر 7 ميجا. محمله اكتر من 50 الف شخص. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت الناس اللي بتمسك الموبايل وقت طويل، الناس اللي بتبقى عايزة تحرك الموبايل، بس طبعا دلوقتي حجم الموبايلات كلها يعتبر بقى كبير، فلازم تبقى ماسك بإيد وبتحرك بالإيد التانية. التطبيق ده ريحك من الفكرة دي، ان انت مجرد ما بتشغل التطبيق ده بتدوس على، بعد ما بتشغله بتوجه السهم مثلا لتحت كده، وانت مشغل التطبيق بتلاقي هو بيحرك لك الشاشة اوتوماتيك. يعني ايه؟ يعني الشاشة بتبقى طالعة كده كأنك شغال بأسانسير، او نازله كانك شغال باسانسير. سواء بقى انت عايز تطلع، عايز تنزل، عايز بتقرا حاجه على شغل مثلا السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، آه، انستجرام، بتقرا كتب، بتتصفح، بتقرا قرآن. اي حاجه من الحاجات دي بتقدر ان انت تشغل التطبيق ده ويكون معاك سهل جدا. بمجرد ما بتشغل التطبيق وبتديله بتديله الاذن ان هو يبقى شغال معاك في كل الحاجات اللي انت بتشتغل عليها. يعني بتديله الاذن ان هو يشتغل معاك في الفيسبوك والانستجرام وقراءة الكتب والحاجات دي. هو مجرد ما بتدوس بس على السهم اللي تحت كده وبتضغط عليه جامد شوية وكده، بتلاقي بدأت الشاشة تبقى نازلة على طول، تضغط لفوق تلاقي الشاشة تبقى طالعة على طول، وهكذا. طبعا التطبيق ده من معظم الناس اللي حملوه مش مديله آراء كويسة. يعني التقييمات اللي موجودة عليه أو المراجعات واخد يعتبر هما نجمتين بس، زي ما انتوا شايفين كده في الشاشة. ناس كتير بتقول انه تطبيق مش كويس، ناس كتير بتقول ان هما مش شغال معاهم كويس. غالبا موضوع انه مش شغال معاهم كويس ده ممكن يكون عشان مش مديني الإذن للتطبيق. ان انت لازم بعد ما بتحمل التطبيق لازم تديله اذن ان هو يشتغل معاك على كل الحاجات اللي انت بتفتحها، على الانستجرام، على الفيسبوك، على الحاجات دي، علشان بعد ما بياخد الاذن بيقدر ان هو ايه، يشتغل. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق ده، عرض مفصل للتطبيق بالاعجابات بتاعته ومميزاته وعيوبه. وبس كده. ولو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو، وساعد غيرك. كلنا نساعد بعض ونفيد بعض ونستفيد من بعض. وشكرا، سلام عليكم.